اذكى صيام في الكون ما بيفطرش. تابع الفيديو للاخر وجاوب على الفزوره، عشان لو جاوبت صح هتكسب مني جايزه قيمه جدا جدا. واحنا صايمين بنستنى الميه تنزل لتحت بفعل الجاذبيه، لكن الشجر بيسحبها عكس اتجاه الجاذبيه. الارتفاعات بتوصل ل 100 متر من غير موتور ولا كهرباء. الموضوع مش سحر، دي كيمياء جباره. جزيئات الميه بينها وبين بعضها روابط هيدروجينيه قويه جدا بتخليها ماسكه في بعض زي السلسله الحديد، عمرها ما بتتقطع مهما اتشدت. والسر الاكبر ان الورقه فوق بتعمل عمليه نتف، فبتبخر الميه وبتخلق فرق في التركيز والضغط، وده بيولد قوه شد بتسحب الجزيئات من اعماق الارض لحد اخر غصن في السماء. كأن الشجره شفاطه عملاقه بتسحب الميه 24 ساعه بقوانين كيميائيه ربانيه. قول لي بقى يا بطل، في عز صيامك كده ما فكرتش ازاي نبات بياخد ميه من الارض وتطلع لفوق لحد ما توصل للورق عكس الجاذبيه من غير مساعده حد؟